السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت مش عارف بريمير برو نزلوا تحديث جديد من اسبوع تقريبا، وعلى خلاف كل التحديثات اللي بتنزل للبرنامج ده، بس المرة دي لما انا شفت التحديث قلت بس كده، دلوقتي اي حد بيعمل مونتاج هو هيقدر يعمل مونتاج افضل بس بسبب التحديث ده، بس مش علشان هو بقى اسرع، ولكن علشان في ادوات جديدة اضافت هتخلي الناس تعمل مونتاج افضل عن الاول. وطبعا الادوات دي هي اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو ده، فايوه ركز معايا علشان تشوف الادوات دي ايه هي وازاي ممكن نستخدمها علشان نعمل فيديوهات افضل. فبس كده، مش عاوز اطول عليكم ويلا بينا. طيب زي ما انتم شايفين دلوقتي ده كده التايم لاين اللي انا عملته علشان اقدر اشرح لكم ايه هي الحاجه اللي انا جاي اتكلم عنها في الفيديو ده تحديدا في التحديث الجديد. وطبعا اتاكد ان انت عامل ابديت للبريمير، فروح عند هيلب واتاكد ان هو على 25.5.0 اللي هو بيلد 13 علشان تتاكد ان انت دلوقتي على نفس النسخه اللي انا بستخدمها. ولو انت مش عامل تحديث فادخل على الكرييتيف كلاود بتاعك واعمل تحديث للنسخه الاساسيه مش النسخه البيتا. خلينا اول حاجه نبدا نتكلم عنها في التحديث، او الجزء اللي احنا هنتكلم عنه في التحديث، وهو فكره ان انت النهارده تقدر تكتب تكست ولكن بانيميشنز مختلف عن اللي احنا كنا بنعملها في الاول. فمثلا تعالوا نروح دلوقتي نجيب تكست، نكتب هنا مثلا كلمه هيدفون بالشكل ده، وخلينا نبدأ نظبط شوية تفاصيل فيها زي الفونت مثلا، كمان نغير لونها بالمنظر ده، وممكن نقلل كمان السبيسنج اللي نخليه على -20، ونعمل لها الاين فيرتيكال وهوريزونتال علشان نتأكد ان هي منظرها بالشكل ده. فدي مثلا كلمة احنا كتبناها. في العادي كنا لما نحب نعمل انيميشن للكلمة دي نروح نختار الكلمة بتاعتنا ونروح عند الافكت كنترولز، اما ان احنا نعمل لها كي فريم من السكيل مثلا، فنعمل لها كي فريم هنا ونيجي في الاول نخليها على 0، وكان يبقى ده الانيميشن العادي بتاعنا ايز ان وايز اوت، ونشوف يعني ده مثلا انيميشن احنا عملناه. فدي كانت نوعيه الانيميشنز اللي احنا بنعملها، حاجه مثلا للبوزيشن، حاجه للروتيشن، وكنا بننوع في الاستخدامات بتاعه الثلاثه دول علشان نعمل انيميشن مختلف. ولكن النهارده دلوقتي انت لو رحت عند الافكتس هتبدا تشوف مستوى تاني من الانيميشنز انت ما شفتوش قبل كده. فلو رحنا عند فيديو ترانزيشنز هنلاقي فيه الافكتس الجديده اللي اتضافت اللي هي فيلم امباكت. فيلم امباكت هي حاجات كانت موجوده بالفعل قبل كده ولكن كانت مدفوعه، كان لازم تشتريها، ولو انت طبعا كنت عامل لها كراك او حاجه زي كده فحرام ما ينفعش. بس هي دلوقتي بقت موجوده بشكل رسمي جوه البريمير وببلاش، وده علشان بريمير تقريبا استحوذت على شركه فيلم امباكت ذات نفسها، فهي دلوقتي بقت تبع ادوبي. فكل الفكره دلوقتي ان انت كل الاوبشنز بتاعت فيلم امباكت ممكن تستخدمها على التكست بتاعك كترانزيشنز للبدايه وللنهايه. فمثلا لو رحنا عند فيلم امباكت انيميشن اللي هي اول اوبشن زي ده، هتلاقي فيه كذا اوبشن قدامك. ممكن نختار اوبشن زي ده ونحطه هنا في البدايه ونكبره بالمنظر ده كده، ولو جينا نشوف هنلاقي ان ده بقى انيميشن موجود ممكن نحطه على التكست بتاعنا وبضغطه زرار واحده بس، مش اكتر من كده. مثلا انيميشن زي البول ده برضو لو جبناه وحطيناه كده هنشوف ده بقى منظره. في حاجات تانية بتبقى مثلا زي التايب رايتر، لو جبناها وحطيناها تبقى بالمنظر ده. ده انيميشن بالمناسبه احنا كنا علشان نعمله في البريمير كنا بنعمله بتاثيرات ضعيفه زي الكروب وحاجات كده ما كانتش بتبقى فعلا بتدي نفس التاثير. فدلوقتي بضغطه زرار انت ممكن تحط انيميشن زي ده. حاجه زي الفليب انيميشن معروف جدا دلوقتي انت ممكن تستخدمه عادي خالص. لو فتحنا الديستورشنز هنلاقي مثلا حاجات زي الجلاس، يعني ده برضو انيميشن موجود. مثلا حاجات زي الجليتش هتلاقي لها برضو انيميشن شكلها تحفه. حاجات زي الفي اتش اس مثلا موجوده برضو. لو فتحنا الفيلم امباكت اسينشالز برضو هنلاقي حاجات كتيره زي ده مثلا شكله حلو قوي. انت وكنت بقى ممكن تعمله بالجاوجيان بلور ومش عارف بايه كمان. دلوقتي انت بس علشان تنفذ الافكت ده مش اكتر من ان انت تعمل دراج ودروب على التكست بتاعك. هتلاقي مثلا في حاجات ليها علاقه بالموزايك مثلا، حاجه زي كده مثلا شكلها تحفه. شوف يعني هي بتظهر بشكل كل كام حرف وحدهم مثلا، شكله كويس. وانت علشان كنت تعمله في البريمير كان برضو ممكن يتعمل، بس مثلا ممكن ياخد منك سكه ربع ساعه علشان تعمل حاجه لتكست واحد بس. لو فتحنا اخر حاجه مثلا اللي هي فيلم امباكت ترانسفورمرز هنلاقي فيه افكت انا بحب استخدمه، وهو ده لما بجيبه وبحطه بيبقى بالمنظر ده كده، شكله تحفه وشيك وخفيف خالص. ففي ستايلز كانت بتتعمل قبل كده على الافتر افكتس بتستخدم الطريقه دي من الكتابه والطريقه دي من الانيميشنز. بجد انت في الاول علشان تعملها كان لازم تستخدم الافتر افكتس علشان الاوبشنز اللي هو مديها لك في الكتابه، ولكن النهارده انت دلوقتي جوه البريمير ممكن تعمل ستايل زي ده بكل سهوله ومش هتتعب نفس التعب اللي انت كنت بتتعبه في الافتر افكتس. فاحنا مثلا لو جينا نقول ان هو ده الانيميشن اللي انا اخترته هدخل بيه، ممكن اشد هو كمان واحطه في النهايه واخليه بالمنظر ده، وهينتهي بالمنظر اللي انتوا شفتوه دلوقتي قدامكم.
بس عن طريق ان احنا بنشد افكت وبنحطه على التكست وده بيبقى منظره. وطبعا الترانزيشنز دي مش بس بتتحط على التكست، لا عادي انت لو معاك مشهد ممكن تحطها على المشهد، لان هي في الاساس فيديو ترانزيشنز، ولكن لو استخدمتها مع التكست وده الحلو ان هي بتطبق ما فيهاش اي مشكله. نيجي بعد كده لتاني حاجه وهي الصور. ازاي نقدر نستخدم الافكتس بتاعه فيلم امباكت علشان نعمل اظهار احسن للصور بتاعتنا؟ اول حاجه كده وهي الكروب افكت. في الاول احنا كنا بنعمل كروب لما نبقى عايزين نعمل كروب، وكنا بنجيب تاثير زي الرافن ايدجز علشان نحطه بالمنظر ده. بنبدا بقى ايه نظبط في التاثيرات بتاعتنا. ده كنا بنعمله عن طريق في الاول الرافن ايدجز. دلوقتي في حاجه اتضافت في فيلم امباكت اسمها راوندد كروب اف اكس، اللي هي دي لو شدناها وحطيناها هنلاقي ان هي اوتوماتيكلي بتعمل الراوندد كورنرز دي. وممكن طبعا نزودها زي ما احنا عايزين من هنا بالمنظر ده، وممكن طبعا في نفس الوقت نعمل كروب لاي كورنر احنا حابينه، فنكون بنعمل كروب وفي نفس الوقت ممكن نعمل الكورنرز اللي احنا كلنا بنحب نستخدمها. احنا ممكن نعمل حاجه زي كده ان يبقى فيه انيميشن بيبدا من 100% كروب وبينتهي عند 0%، بس ممكن نخليها من عند البوتوم، هتبقى افضل بكتير. فنعمل كي فريم للبوتوم ونطلعه قدام شويه، كي فريم كمان هنا خليه على 100%، كليك يمين ايز اوت، كليك يمين هنا ايز اند، ونفتح كمان الكيرف بتاعنا وهنشد شويه لقدام بالمنظر ده. ولو رجعنا الكورنرز بتاعتنا ل 10%، خلينا نشوف، هنلاقي ان ده بقى شكلها. ولو دمجنا معاها حاجه زي كلمه هيدفونز، فدي ممكن تكون النتيجه بتاعتنا. ممكن مثلا نطلع الكلمه دي لفوق شويه فيبقى ده شكل الانيميشن. شكلها حلو قوي ومينيمال وبسيط، وزي ما بقول دي ستايلز بتتعمل في الافتر افكتس بيدفع عليها 50 و60 دولار، في الفيديو بيبقى دقيقه واحده بس. فدلوقتي انت تقدر تعملها في البريمير بكل سهوله عن طريق الافكتس اللي انت بتستخدمها بتاعه الاضافات الجديده اللي اتضافت. وبالنسبه للصور لو انت حابب تتعامل معاها بشكل مختلف او انت تفهمه اكتر، فروح عند ويندو وافتح الاكستنشن بتاعه الفيلم امباكت ذات نفسها، لان هي مش بس اتضافت في الافكتس، هي كمان بقى ليها بانل تقدر تحطها في البريمير وتشوف منها كل الافكتس بالظبط بس وانت شايفها. وزي ما انتم شايفين في حاجه هنا كمان اسمها لونج شادو. فلو حددنا الصوره بتاعتنا وفعلنا اللونج شادو هنلاقي ان اللونج شادو اتضاف معانا. وفاكرين اللونج شادو ده كان موجود فين؟ في اضافه مدفوعه اسمها شادو ستوديو بتنزل بس على الافتر افكتس. فدلوقتي انت ممكن تعملها في البريمير. فمثلا لو رحنا عند الاعدادات بتاعتها ممكن نتحكم في الانجل، وكمان ممكن نتحكم في الطول بتاعها، وممكن نتحكم مثلا في الاوباسيتي بتاعتها، وان احنا نختار لون معين للشادو احنا عايزينه. زي مثلا ان احنا ممكن نغير الاسود ده بلون زي الابيض ونمد الشادو بتاعنا بالمنظر ده كده بحيث انه يبقى سوفت شويه. فدي حاجه احنا ممكن نعملها بس عن طريق حاجه اسمها اللونج شادو. حاجه كمان مثلا زي الستروك. في الاول انت علشان كنت تعمل ستروك في البريمير انت كنت بتتعذب، بتروح تجيب تاثير اسمه بينت باكيت اللي هو اساسا تقيل على الكمبيوتر، وبتضطر تفضل تظبط في الاعدادات بتاعته لحد ما يعمل لك ستروك. دلوقتي بافكت واحد بس بتعمل له ابلاي بيتضاف معاك بالمنظر ده، وممكن تتحكم في الستروك بتاعك زي ما انت حابب بالشكل ده كده وتديله اللون اللي انت عايزه بالمنظر ده كده. حاجه كمان مثلا زي اللايت سويب، انت لو ضفتها فده هيبقى شكلها في الفيديو. شكلها حلو قوي، يعني اضافه بتضاف عادي من البريمير، مش محتاج تروح لها للافتر افكتس. ودي الحاجه اللي انا بعيد فيها من اول الفيديو، ان دلوقتي انت علشان تعمل اديت كويس انت في الاول كنت بتروح على افتر افكتس علشان تفتح النكست ليفل من الايديتنج بتاعك. دلوقتي وانت في البريمير ممكن توصل بالفعل لمستوى كويس خالص انت ممكن تشتغل بيه بفلوس اكتر عادي، وستايل مطلوب في السوق زي الستايلز المينيمال او اليو اي والحاجات اللي زي كده. ايوه انت كده مش هتبقى زي الافتر افكتس، ولكن بدل ما كنت بتعملها بنسبه 20% انت دلوقتي ممكن تعملها بنسبه 70% او 60%، فده احسن. ونيجي بعد كده لثالث حاجه وهي الفيديو ترانزيشنز. كل الحاجات اللي احنا كنا بنستخدمها دي هي في الاساس فيديو ترانزيشنز، فبرضه ممكن تستخدمها ما بين فيديوهين زي كده. مثلا لو حددنا فيديوهين زي دول ورحنا بصينا على الترانزيشنز بتاعتنا هنلاقي ان نفس الترانزيشنز اللي احنا كنا بنستخدمها على التكست ممكن نستخدمها على الفيديوهات. حاجه زي كده مثلا كويسه، لو ضغطنا على الابلاي هنلاقي ان هي بتتحط كده في النص، ومش ترانزيشنز زي اللي احنا بنحملها من موشن اري او من انفوتو اللي هي بتبقى لايرز بتتحط فوق الكليب. لا دي ترانزيشن بتاعه البريمير ذات نفسه، كانك انت جايبها من البريمير تقدر تتحكم في المده بتاعتها. فلو جينا نشوف ده كده بقى شكل الترانزيشن. دي حاجات انت بتشتريها زي ما قلت من انفوتو او من موشن اري ب 25 دولار او ب 20 دولار، هي دلوقتي بقت موجوده ببلاش. طيب تعال نشوف ترانزيشن تاني، حاجه زي الجليتش مثلا برضو ممكن تطبقها وسريعه، مش بتبطئ الكمبيوتر مثلا او بتحتاج جي بي يو اكسلريشن، لا عادي هي سريعه مش بتتعب الكمبيوتر على الاطلاق. لو جينا نشوف حاجه مثلا زي كده شكله حلو وشيك، مش مألوف بالنسبه للعين، يعني مش زي الحاجات اللي فيها زوم ان وبان وتلت والكلام اللي زي كده، لا شكلها حلو وشيك.
ممكن كمان نشوف حاجه زي دي، يعني نوعا ما كويسه. فبس كده، دي كانت كل حاجه بالنسبه للحته الصغيره اللي اتضافت في الابديت بتاع البريمير الجديد. هما دلوقتي بيقولوا ان في البيتا اصلا بقى فيه روتوسكوبنج وبقى فيه ماسكنج وحاجات زي كده، بس خلينا نشوف ايه اللي هيبقى في البيتا وهيتضاف عندنا بعد كده في النسخه الرسميه، وان شاء الله ممكن نبقى نعمل له فيديو زي ده. فبس كده ان شاء الله. برضو انا شغال دلوقتي على اونلاين كورس هيبقى بس معمول لمونتاج الكونتنت او المحتوى. ان شاء الله هيبقى كورس بينزل ليه محتوى بشكل شهري، هيبقى فيه شويه حاجات كويسه زي ان احنا ممكن نتواصل مع بعض، وهيبقى فيه لايف ستريمز، وفي كونتنت هينزل بشكل شهري بستايلات مختلفه. فباذن الله ترقبوا حاجه هتبقى كويسه، وان شاء الله تعرفوا تفاصيل عنها قريب. وبس كده، اخيرا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك. ولو عندك اي استفسار بخصوص التحديث الجديد فاكتبه في كومنت وان شاء الله ارد عليك. وبس كده، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.